من اكتر طرق السمك المقلي المحببة لقلبي، سمك بلطي مقلي بالصلصة. بجد يا جماعة تحفة وسهل قوي، وبيودي طعم السمك البلطي في حتة تانية. جربوه مش هتندموا. الناس اللي عارفاه طبعا عارفين ان هو طعمه حلو. بصوا السمك معانا متنضف وزي الفل، وغاسلينه وعصرين عليه ليمون ومتظبط جدا. تمام. هنقلي السمك بالطريقة العادية خالص، وده حشوة السمك: فلفل حراق وفلفل رومي وتوم وليمون، والبهارات: كزبرة ناشفة كتير، كمون كتير، معلقة شطة خشنة، وملح طبعا. دول هنضربهم مع بعض مع الفلفل والثوم علشان يدونا طعم خلطة حلوة كده للسمك، يخلوا السمكية طعمها تحفة. اهو هنضربهم في الكبة ونعصر عليهم الليمون عشان يبقى فيه مزازة كده في الطعم وتبقى طعمها تحفة. السمك اصلا البلطي المقلي من اسهل الاكلات، وجنبه شوية رز صيادية من احلى واسهل الاكلات في الصيف. والخلطة دي اللي عايز بقى يحط فلفل حراق يحط، اللي عايز يشيل الفلفل الحراق، بس هي لازم سيكة كده فلفل حراق تدي طعم حلو. هنحشي السمك وبعد كده هنقليه. انا هحشي معاكم واحدة بتوصلوا الحشو كده لحد الدماغ ومن الجنبين طبعا. تمام. من هنا ومن هنا، وخلاص بتحشوا السمك كله على نفس الطريقة. وبعدين بننزل بيه، يعني بنحطه في الدقيق وننفضه كويس جدا من الدقيق، وننزل بيه في طاسة سخنة، في طاسة زيت سخنة. اهو بسم الله، وننزل بالسمك يتقلي معانا. وبعد ما السمك يتقلي هنعمل الصلصة. الصلصة سهلة جدا على فكرة. والرز الصيادية برضو هنعمله مع بعض. هنحمر بصلة لغاية ما لونها يغمق خالص، وبعد كده نعمل بيها الرز. اهو خلاص انا كده هقلبه على الوش التاني. حطيت يا جماعة حطيت ليمونة مقسومة نصين اهي في الزيت. الليمونة دي بتقلل ريحة الزفارة في الزيت وهو السمك بيتقلي، ما بيخليش ريحة الشقة تتملي زفارة. والله يعني بتفرق، جربوها كده وهتفرق معاكم في ريحة الزيت والقلية بتاعت السمك. هتلاقوا ريحة الليمون طالعة كده. اهو هنحط بصلاية متقطعة ونحمرها كويس قوي لحد ما تقولوا ان هي اتحرقت، بس هي مش هتبقى اتحرقت ولا حاجة، لغاية ما لونها يغمق خالص. وبعدين ننزل المية تاخد غلوة، ونكون محضرين كوبايتين رز مغسولين ونحطهم عليها. بياخد لون تحفة تحفة تحفة. اهو بصوا لونها اتحرقت، لا ما اتحرقتش والله يا جماعة. ده هيدي لون وطعم للرز حلو قوي. انا بحبها توصل للدرجة دي. لو انتوا عايزينها افتح من كده براحتكم طبعا. اهو حطيت لها المية وحطيت الملح، مش هحط حاجة تاني. هنا بشوح التوم بقى عشان اعمل الصلصة بتاعت السمك. هشوح التوم ومعاه معلقة حشو من بتاعة السمك. هحط عليه كان فاضل عندي شوية من حشو السمك، بيخلي طعم الصلصة خطير. والبهارات برضو هنحط نفس البهارات اللي حطيناها على خلطة السمك. يعني هنحط كزبرة ناشفة وكمون وملح وفلفل اسود. كل المنكهات دي هتظبط معانا طعم الصلصة، يخلي طعم السمك تحفة. ننزل بالطماطم المضروبة اهي واحدة واحدة خالص، ونسيبها تتسبك على مهلها. بس صلصة السمك بتبقى خفيفة، يعني ما تبقاش تقيلة بقى، يعني مش زي صلصة المكرونة. لا يعني سيبوها تتسبك كده نص تسبيكة، تبقى خفيفة شوية. هضيف لها البهارات وهسيبها تتسبك، يكون الرز كمان اتشرب. اهو الرز معانا بصوا لونه، والله لونه احسن من اللي بيتقدم في المحلات. وهنزل عليه بالصلصة بقى على السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة والله، بتاخد طعم السمك في حتة تانية. السمك البلطي المقلي بالصلصة ده وهم. تاكلوه بألف هنا يا رب، ويا رب طريقتنا تكون سهلة عليكم وتعجبكم. وتفضلوا بألف هنا، وشاركونا بلايك وشير ومتابعة لصفحتنا عشان نقدر نقدم لكم كل جديد.
شجعونا بلايك وشير ومتابعة للصفحة بتاعتنا. صفحاتنا موجودة على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى الانستجرام. لو انتوا معانا لحد اخر الفيديو شكرا للمتابعة، وبإذن الله تكون الوصفات بتاعتنا بتعجبكم.